يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ساعات وتفصلنا عن هذه الشهور المنصرمة ونحن نستقبل شهر رمضان إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه. أيها الأحبة الكرام، لشهر رمضان منازل ومفاوز وفضائل كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام لي وأنا أجزئ به. وإذا دخلت أول ليلة من ليالي رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار، ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى عتقاء، وذلك كل ليلة. أسأل الله تعالى أن يعتقنا من النار. والصائم أيها الأحبة يتصف ويصل إلى مرتبة التقوى. الله تعالى افتتح آيات الصيام وختمها بالتقوى، قال: لعلهم يتقون. وفي آخر آية الصيام قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالتقوى هي أصل الصيام. الإنسان يتقي الله تعالى ويبتعد عن كل ما لا يرضي الله تعالى. وكذلك من منازل الصيام ورمضان إنه مكفر للذنوب. قال صلى الله تعالى عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنب الكبائر. وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وكذلك يوم القيامة القرآن والصيام يشفعان للعبد. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ومن أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك هو القرآن والرحم والصدقة والعمرة. وفي هذا الشهر ليلة من حرم خيرها فقد حرم، ألا وهي ليلة القدر. أيها الأحبة الكرام، هناك أمور فقهية لا بد أن نمر عليها وأن نتعلمها جميعا. حكم الصيام، حكمه هو ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5 وذكر منها الصيام. فمن جحد الصيام أي تركه جاحدا فهو كافر. ومن تركه ولا يصوم أجمع العلماء قديما على أنه عليه صدقة أو فدية مغلظة على الذي لا يصوم رمضان. وهو يثبت برؤيا الواحد. إذا شخص واحد صادق عادل رأى الهلال هلال رمضان
لزم الجميع أن يصوموا كما قال ابن عمر قال رأيت الهلال فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. وللصيام أيها الأحبة ركنان هي النية والإمساك عن جميع المفطرات. إنك تنوي صيام شهر رمضان، وإذا بيت كل ليلة فهو الأفضل، والنية محلها القلب. وكذلك الإمساك عن جميع المفطرات، الأكل والشراب والجماع. وهناك أمور في الأدوية على تفصيل وغيرها. وكذلك من نوى أن يفطر وهو صائم ينوي بقلبه فقد أفطر. فهو يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم. قال أهل الفقه مقيم أي ليس مسافر، لأن المسافر معذور وهو بالخيار، كما سأل هذا الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام: أأصوم في السفر أم أفطر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وكذلك على كل امرأة فيها هذه الصفات، وشرط أن تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. فالصيام لا يجب على كافر لأنه مطالب بالإسلام، ولا على مجنون لأنه معذور، ولا على صبي حتى يبلغ الحلم. أما أطفال المسلمين فإنهم يروضون ويدربون، حتى لو بالهدايا، إذا صمت اليوم أعطيك كذا واليوم أعطيك كذا، حتى يكون على طريق صحيح. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه هذا معذور من الصيام. وكذلك الحائض والنفساء. والرخصة كما قلنا للعاجز والمريض وأن يدفع الفدية. وأهل الأعمال الشاقة الذين لا يجدون رزقا إلا من هذا، فهنا رخص لهم أهل العلم بالإفطار، شرط أن يذهب في كل يوم يتسحر ثم يذهب، وكل حسب حالته. إنه لا يعذر من الصيام، ربما يكون في الجو البارد يقضيه، وفي الجو الحار لا يستطيع. يعني قبل 10 سنوات أو أقل من هذا أتانا رمضان أو أكثر، أتانا في تموز وفي آب، وهناك من يعمل مثلا في التبليغ، وهنالك من يعمل في الأفران وفي المقابر، وهكذا من هذه الأعمال. أيها المسلمون، من آداب الصيام السحور، فلا يحق لك أخي الحبيب أن تترك السحور وتنام هكذا بمجرد حتى تشبع نوم. وكذلك تعجيل الفطور، وكذلك الدعاء والكف على عما ينافي الصوم من الغيبة والكذب والنميمة. ومن آدابه السواك حتى يغير رائحة الفم، والجود ومدارسة القرآن. أي كان النبي عليه الصلاة والسلام جواد أي معطي، وأجود ما يكون في شهر رمضان، وكان يدارسه جبريل القرآن. أيها المسلمون، أما مبطلات الصيام فالأكل والشرب والجماع عامدا متعمد. أما إذا كان ناسيا فهو معذور. والقيء عمدا، والحيض والنفاس حتى لو آخر لحظة أو لحظات من قبل المغرب للحائض والنفساء فإن الصيام يبطل. ومن استيقظ وهو مجنبا فصيامه صحيح. ومن أكل وشرب ظانا إنه المغرب ثم
ثم تكشف الجو بسبب الغيوم فيجب عليه إعادة الصيام. فيجب على المسلم أن يتحرى، ويجب عليه أن يتابع الوقت. وما يجب فيه الكفارة أيها الأحبة كما قلنا الجماع عامدا متعمدا. أتى شخص صحابي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت يا رسول الله، وفي رواية: احترقت يا رسول الله. فقال: ماذا فعلت؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. فرتب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اعتق رقبة. قال: لا أستطيع، ما يوجد عندي مال حتى أعتق رقبة. قال: إذا تصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا. قال: إني فقير لا يوجد علي، عندي مال. قال له: اجلس. فجلس. وأتى شخص آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعلق من تمر، وقيل زنبيل أو تلة من تمر، وأعطاه لرسول الله. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام: أين المحترق أو أين الهالك؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا واطعم به 60 مسكينا من أهل المدينة. فقال: يا رسول الله، وهل بين لابتيها أفقر مني؟ يعني هل يوجد واحد أفقر مني بالمدينة المنورة؟ صلى الله على ساكنها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كله أنت وعيالك. ومن أفطر متعمدا أيها الأحبة الكرام يجب عليه أن يقضي يوما آخر، ولو صام الدهر كله لا يعوض هذا اليوم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ادعوا الله.